مساء الخير عليكم. النهاردة هنعمل مع بعض الفول الأخضر بتتبيلة جميلة جدا، طعمها لذيذ جدا وريحته خطيرة جدا. يعني انتي لو مش بتحبي الفول الأخضر بالطريقة دي هتحبيه، وطعمه فعلا خطير جدا. وشوفوا شكله جميل جدا، وطريقته بسيطة وسهلة جدا، ومكوناته برضو بسيطة خالص، لكن التتبيلة هي اللي بتديله طعم جميل جدا. اول حاجة انا معايا الفول الاخضر، طبعا فصصته بالشكل ده، شلت القشرة الخضراء وفصصته بالشكل ده. ده شكل الفول الاخضر، وبعدين بنفصصه وبنطلع الفول من جوه. طبعا زي ما تحبي بقى، نص كيلو كيلو زي ما تحبي. ده كان نص كيلو من الفول الاخضر متفصص بالشكل ده. ومعايا بصلايه وسط بالشكل ده، وطماطمايه، وشوية من الكزبرة مفرومين، واربع فصوص من الثوم، ومعلقة من الكزبرة الناشفة، ومعلقة من الفلفل الاسود، ونص ليمونة، ومعلقة من البابريكا، ومعلقة صغيرة من الملح. اول حاجة انا هعملها، انا هبشر الطماطمايه والبصلايه وكمان الاربع فصوص الثوم، وهبشرهم على العيون الضيقة بتاعة المبشرة. بعد ما بشرتهم كده كلهم في طبق واحد، بشرت الطماطم والبصلايه والثوم مع بعض كده تمام جدا. بنروح عند البوتاجاز بقى في حله فيها شويه ميه صغيرين، بنزل فيها بشويه من الملح، وباخد الليمونه، شريحه الليمون بعصر عصره منها كده، وبحطها بقيها عشان الفول الاخضر افضل محتفظه باللون بتاعه الاخضر الجميل، وما يغيرش مني اللون. فبنحط نص ليمونه، وبعدين بحط بقى الفول وبسيبه لحد ما يعني يستوي. وبعدين بقى بعد الخلطه اللي انا عملتها، الطماطمايه المبشوره والبصلايه والثوم، بحط عليها البهارات، وبحط نص الكزبره المفرومه الخضراء، وبقلبهم كلهم مع بعض. التتبيله دي عايزه اقول لكم ريحتها خطيره جدا وطعمها لذيذ. يعني انت لما بتحطي كمان فيها الفول الاخضر ويشرب من التتبيله، فبيدي طعم جميل جدا للفول الاخضر، ولون كمان جميل وشكل جميل. بنروح بقى عند البوتاجاز في طاسه كده، بحط معلقتين من الزيت، وبحط الخلطه كلها دي كده، التتبيله كلها بحطها، وهسيب لكم المقادير في صندوق الوصف تحت الفيديو. اتمنى تحطي لي لايك للفيديو، واللي لسه ما اشتركش معايا في القناه يشترك ويفعل الجرس على الكل عشان ينزل له كل فيديوهاتي الجديده. انا بسيبها على البوتاجاز كده لحد ما تتسبك وريحه البصل تروح خالص منه. وبعدين بقى بعد ما الفول استوى معايا بالشكل ده، وطبعا الميه نقصت معانا شويه، بشيل شريحه الليمون كده خلاص، وبحط التتبيله، وبقلبها في الفول. لو احتاجت منك شويه ميه مفيش مشكله حطي، ما احتاجتش فخلاص كده تمام جدا. بنسيبه بقى يعني 3-4 دقايق كده يغلي مع التتبيله علشان ياخد منها لون وطعم من التتبيله. بغطيهم وبسيبهم 3-4 دقايق وكده بيبقى تمام جدا. خلصت معانا، شوفوا شكلها خطير جدا وريحتها رهيبه جدا. الوصفه دي بقى بتاكليها بالعيش زي ما تحبي، او مع رز، بتبقى جميله جدا، ووصفه كده متكامله، وجبه متكامله تنفع معاكي. شوفوا شكله خطير جدا. لو حابه تاكليه برز ابيض مفيش مشكله، حابه تاكليه بعيش مفيش مشكله. بنزينه بشويه من الكزبره كده الخضراء. ما تنسناش بقى بلايك للفيديو، واللي بيشاهدنا شو يقول لنا هو بيشاهدنا من انهي بلد وايه رايه في الوصف.
اتمنى الفيديو يكون عجبكم، وباي باي في فيديو جديد.